السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة. اليوم سنتناول موضوعا أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. هل فعلا قام ملك المغرب بتحريم الأضحية هذا العام؟ خليكم معنا لتعرفوا الحقيقة من الشائعات. في كل عام يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى، وتعتبر الأضحية شعيرة مهما في هذا العيد. لكن هذا العام ظهرت منشورات وأخبار تزعم أن ملك المغرب محمد السادس قد أصدر قراراً بتحريم الأضحية. فما حقيقة هذا الكلام؟ بالبحث والتدقيق في المصادر الرسمية لم نجد أي بيان ملكي أو حكومي يعلن تحريم الأضاحي. ما حصل فعلا هو أن هناك دعوات من بعض الجهات إلى تقليص عدد الأضاحي هذا العام بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار، لكنها ليست قرارات دينية أو تحريم شرعي من الملك. للأسف بعض الصفحات نقلت هذه الدعوات وكأنها تحريم رسمي، مما تسبب في سوء فهم كبير. الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين أن لم يصدر أي فتوى شرعية هنتا بهذا الخصوص. الخلاصة: لا يوجد أي تحريم رسمي أو ديني للأضحية في المغرب هذا العام. الموضوع يتعلق بظروف اقتصادية وبيئية لا أكثر. شكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لمزيد من التوضيحات. والسلام عليكم ورحمة الله.